ويوم رياضي جديد مع أكاديمية المصري أكاديمي من هنا من داخل مدينة السادس من أكتوبر. سيدنا نلتقي بالكابتن رضا المصري، يعني مدير قطاع البراعم والناشئين بنادي نجوم نجوم مصر اف سي السابق، ورئيس ومدير أكاديمية المصري. كابتن رضا برحب بيك وسعيد بالتواجد معاك. سعيد جدا بزيارتك لينا النهارده يا كابتن وليد ابو العلين. حضرتك كادر كبير جدا من الكوادر اللي انا بحترمها جدا، اذا كان في النقد سابقا او حاليا دلوقتي، من اكتر الناس اللي بتدعم البراعم الناشئين في مصر، وشرف كبير جدا للمصري النهارده تواجدك معانا. يمكن بسم الله ما شاء الله دخلت على صفحات الاكاديميات كلها، لقيت صفحه المصري اكاديمي او اكاديميه المصري عامله طفره كبيره بسم الله ما شاء الله في مدينه السادس من اكتوبر. اكيد ليكوا استراتيجيات واهداف وطموحات مع الاولاد واولياء الامور. استراتيجيه اكاديميه المصري اكاديمي ان شاء الله يا كابتن مصر. والله انا مش عايز ابخس حق المصري، يعني انا ممكن نلخص المصري سريعا جدا في ان المصري تاسست في 2016. كانت حلم لاعب كوره سابق، مر بكل المراحل اللي بيمر بيها اللعيبه حاليا على سن البراعم ثم الناشئين ثم الشباب حتى الفيرست. كان حلمه وهدفه ان هو يساند كل لاعب محتاج مسانده، محتاج دعم، محتاج توجيه. دي كانت فكره تاسيس المصري. ابتدينا يمكن من اول سيزون، نفذنا برنامج تدريبي. يمكن ما كناش بنقلد ولا حاجه، بس كنا بنجتهد نحاول نكون شبه لمسيف في اكاديميه برشلونه، يمكن حضرتك عارفها. اول اكاديميه بدون مبالغه تنفذ الاختبارات والقياسات الفسيولوجيه على لعيبتها، الريكفري حمام سباحه يوم كامل، التاهيل البدني لقطاع الناشئين في الجيمات. اكاديميه المصري هي الاكاديميه الوحيده في مصر دلوقتي اللي بتنفذ البرنامج النظري جنب البرنامج العملي. حضرتك دلوقتي شايف الناس شغاله على ارض الملعب، ده الجزء الاقل او الجزء اللي مش اهم احنا بنعمله مع اولادنا بتدرس عناصر اللياقه البدنيه على الورق وبتمتحن فيه، المهارات الاساسيه للعب على الورق وبتمتحن فيه، قانون اللعبه. يمكن دي حاجه احنا عندنا لعيبه في منتخبات النهارده ما تعرفش حاجه عن قانون اللعبه، من دلوقتي بنديه لاولادنا. مصادر انتاج الطاقه ايه هي عشان نعرف ولادنا ازاي في التغذيه، ازاي يدير البرنامج الزمني بتاعه، البرنامج الغذائي بتاعه. بس ده ملخص سريع جدا عن المصري. مش عايز ابخس حقها لان عشان اتكلم كتير جدا، بس يمكن السنه دي خلينا يعني نشتغل من اخر نقطه. السنه دي هو موسم الحصاد بتاع اكاديميه المصري، فان شاء الله ناويين السنه دي قطاع التسويق نشتغل عليه بكل قوتنا، متعاقدين مع شركات محترمه جدا ومع وكلاء محترمه جدا، بحيث ان انا اللاعب اللي انا شايف مستواه اعلى مني او مستواه افضل من ان هو يلعب بالمصري، لا اسوقه يلعب زد، يلعب زمالك، يلعب اهلي. مش عايزين نبخس حق حد. اللاعب اللي اقل منه شويه برده هياخد فرصته انه يلعب مسابقه رسميه. اللاعب الجديد او اللي اقل اكتر، انت عارف طبعا حضرتك الكره النهارده صناعه، فاحنا ما عندناش اي مشكله خالص ان اللاعب يكون جاي ما عندوش اي شيء، ونعمله برنامج تدريب محترم ونشتغل معاه لحد ما يوصل لافضل مستوى ممكن. هي دي كره القدم النهارده. بقينا شغالين بالعلم شويه، ان احنا بنشوف ايه النواقص اللي عند الولد او نقيم مستواه ونشوف ممكن نساعده ازاي او نحط له فتره زمنيه ايه هي نشتغل معاه ازاي، وبعد كده نوصل بيه لاعلى مستوى. ده ملخص سريع جدا على اكاديميه المصري الموسم الحالي، ولكن عشان نتكلم في كل حاجه بالتفصيل يعني عايزين وقت طويل جدا. يمكن شايف بسم الله ما شاء الله ثقه اولياء الامور في الاكاديميه والمدربين، الثقه دي جايه منين يا كابتن مصر؟ الثقه دي جايه ان احنا يمكن الجروب بتاع المصري دايما بيقول على نفسه اسره المصري. احنا عندنا اللعيب بتاع المصري بياخد قران كريم يوميا، فاولياء الامور بتتقابل في الجروب، بتاخد مواد دراسيه زي اللغه العربيه والانجليش والدراسات، فبرضه اولياء الامور بتتقابل في الجروب. المعسكرات الترفيهيه كلها اولياء الامور بتتكاتف مع بعض وتتقابل في الجروب. فالترابط الاسري ده جاي من اللي احنا عاملينه مع الاولاد. كمان لسه عاملين يعني يمكن بدعو من خلال حضرتك، ندعو كل الناس اللي عايزه تشارك. عاملين مبادره جديده دلوقتي اسمها بيت المال، احنا عاملين صندوق. الصندوق ده بيضم كل مشتملات البيت والادوات المدرسيه وحتى الرسوم والكلام ده كله. عندنا ناس محترمه جدا من اولياء الامور متوليه الامر ده. احنا برضو بنساعد اي لعيب غير مقتدر او اي لعيب مثلا عنده موهبه ومش قادر يشترك في نادي رياضي او حاجه، احنا بنتكفل بالامر ده من الالف للياء. بيجي ياخد الزي، الاشتراك بتاعه، المباريات بتاعته، حتى البطولات الرسميه بتاعته بدون اي مقابل. فالترابط ده جاي من الانشطه اللي بتحصل، اللي اولياء الامور بتلتقي كتير فشافوا الحب وشافوا الود. لو وقفت اي لاعب هنا وسالته على ولي امرك فين، ممكن يقول لك على كل الناس اللي بره، يقول لك ده في مقام والدي او ده في مقام دي كانت اهم رساله فعلا. يمكن برضو عايز
ان شاء الله الفتره اللي جايه عناصر من المصري اكاديمي ان شاء الله هتلعب في انديه كبيره بامر الله. طبعا احنا الحمد لله احنا الاكاديميه الرائده في التسويق في محافظه الجيزه كلها، بس يمكن احنا نبخس حقنا شويه ان احنا ما نظهرش الكلام ده للناس او ما نتكلمش عن الموضوع ده كتير. احنا بفضل الله ما فيش اي لعيب مستواه يستحق، لان انا مستفيد. انا معلش الرسوم اللي ممكن الشهريه بتدفع عنها رسوم رمزيه جدا مقارنه باي منظومه تانية، رمزي جدا، انما انا المقابل الحقيقي بتاعي هو ان انا اللاعب يكون جاهز، اسوقه في الوقت ده، انا كده اقدر احصل على العائد بتاعي من خلال النادي نفسه، عشان ما احطش اي عبء مادي على ولي الامر. فاحنا بنوعد ان شاء الله الموسم ده السنه دي موسم الحصاد، اي لاعب داخل المصري او لسه هينضم للمصري يستحق، ولو 1% كلنا في ظهره، كلنا بندعمه، وكلنا معاه لحد ما يوصل ويحقق حد. تقول ايه بقى المدربين المحترمين الموجودين في اكاديميه المصري اكاديمي؟ كلهم مدربين قامات كبيره بصراحه. والله انا بقول لمدربينا، يعني انا بوصيهم من خلال حضرتك ان انت خليك اب للاولاد قبل ما تكون مدرب. خلي ضميرك دايما حاضر زي ما احنا متعودين. حاول كل يوم اللاعب بتاعك يطلع استفاد بشكل كبير جدا. احنا ما بنعتمدش خالص على الشو، انا عايز الولد ياخد الماده العلميه اللي احنا حاطينها والجرعه التدريبيه اللي احنا حاطينها يستفيد بيها بالفعل. زي ما حضرتك شايف كل فرقه معاها مدير فني واسيست، غير المشرف العام، غير المدير الاداري، غيري انا كمان بمر على كل الناس عشان خاطر نضمن ان كل لاعب النهارده داخل ارضيه الملعب خد حقه وزياده جدا. فانا بوصي مدربينا وكمان اولياء امورنا ان احنا نكون السبونسر بتاع اللاعب بتاعنا، ونكون الاب الروحي ليه، ونساعده على قد ما نقدر. المصري تمنياتي لكم والاكاديميه المصري دايما بالتقدم والتوفيق، وان شاء الله ستظل المصري رقم 1 في الجيزه و6 اكتوبر ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا، والمره الثانيه المصري فخورين جدا بوجودك معانا النهارده كابتن وليد. حضرتك كادر كبير، وبنتشرف ونتمنى دايما نشوفك متواجد معانا، ودايما تكون داعم ومساند لاولاد المصري ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. وده كان لقاءنا بالكابتن رضا المصري المدير الفني ومدير اكاديميه المصري اكاديمي من هنا من داخل مدينه السادس من اكتوبر.